السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ رمضان مبارك سعيد. نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير، اللهم ارفع عنا هذا الوباء وشافي جميع المرضى يا رب العالمين. الدرس ديال اليوم اخواتي غادي يكون درس غني بالافكار، غني بالمعلومات. الدرس تاع اليوم غادي يكون على الرجيم، كيفاش نرشمو بالنسبه للمبتدئات اللي باقيين ما عارفينش كيفاش منين غادي يبداو. الاغلب ديال القنوات كنت شفت في اليوتيوب ما حاطينش من كيفاش الانسان يلا كيجيب الثوب، كيفاش كيحطو، كيفاش يخدمو، فين غيخدم، شنو غيدير، منين غيبداه. ما كاينينش، مبانلياش شي فيديوهات. هذا داكشي قررت باش انني نطرق لهذا الموضوع ونطرق ليه بامعان. دونك فاش غادي نبداو؟ اول حاجه غادي نبداو بالثوب. كتشدي الثوب اختي، كتديه عند الخياط، كيفصلوا ليك، تيجيبو تجيبيه من عنده. هاد التفصيله ديال الثوب كلشي عارف، سي جلابه بغيتي قفطان اللي بغيتي. ها هو الثوب مفصل، كناخدو الجهه القداميه ديالو. شنو كنحتاجو عاوتاني؟ كنحتاجو ورقه تكون كبيره. انا كنفضل من الديبار تكون كبيره باش حتى ربما تقدر تبدل لك الفكره، تكوني باغا ديرها زواقه صغيره دير زواقه كبيره ولا طويله ولا. دونك ورقه كبيره. غادي نحتاج سكوتش، مقص، ستيلو باردون، مقص باش كنرشمو. وهادو لي بابي كاربون راكم عارفين هما انواع على حسب الكاليتي، لكن اروما تنقول كاليتي مزيانه، يعني انا خدمت بها بزاف ومزيانه عجبتني. كاين الالوان فيه الفاتحين، كاين الالوان الغامقين. الالوان الفاتحين كاين اللي يقول الثوب الا كان لونه غامق، والالوان الغامقين كاين اللي يقول الثوب الا كانوا فاتح باش يبان لك الرشمه. دونك نبداو على بركه الله. غنحيدو هادشي هذا، غادي نجيب الثوب ديالي كيف ما كتشوفوا. هذا هو الثوب، هذا العنق وهذا الكتاف. كنجيب الورقه ديالي كنحطها فوق الثوب. انا غادي نقلب الثوب من الجهه الاخرى باش نوريكم اللي كتبان صافي، كتبان من هنايا. انت غادي نحط الورقه فوق الثوب هكا، وغادي نجيبها على الحرف ديال هنا اللي كتكون سفيفه. غادي نحط الورقه على الحرف باش العبار يكون عندي واضح. نجيب الورقه على الحرف هكا، هي الاولى كنبدا بها، وعاد حتى كنقادها. هاد تناخذ ستيلو ديالي تنبدا نرسم. انا غادي نحاول نخرج هاد العبار في الورقه، نخرج العبار ديال الثوب ونخرجو في الورقه على هاد الشكل. نشوف واش تيبان. نحيد الثوب، غادي نجيب المقص، غادي نقطعو هكا. هي تبعوا معايا هاد المراحل، راه ما صعيباش، ان شاء الله غتحصلوا على نتيجه مرضيه. حاولت نعطي لي تكنيك لي بلو فاسيل باش حتى لا فيديو ما يكونش طويل. فوالا شفتوا انا رسمت الثوب ديالي، حطيته هنايا الفصله اللي في الثوب انا حطيتها في هذه الورقه هذه، شتي. دونك دابا شنو غادي ندير؟ دابا انا عندي الورقه عندي موجوده بالعبار بكلشي. دابا غادي نرشمها. كيفاش غادي نرشم؟ كيفاش نحط فيها الزواقه؟ اول حاجه شنو هي؟
هنايا التوب ملي عطاه لنا الخياط عطاه لينا مفصل على اساس انه مفصل ما مخيطش. يعني نتيا قبل ما ترشمي خاصك تخلي لي سباس ديال الجمعه ديال الخياط باش يجمع الثوب باش يخيطو. ديما خصك تخلي 1 سنتيم. خلي سنتيم هنايا في العنق، خلي سنتيم هنايا من الكتف، تخلي سنتيم يجي الكتاف. هذا من الفوق ملي يجي الدوره ديال الكتف هكا. بالنسبه هنا جيت السفيفه ميمكنش تخلي سنتيم واحد، لان علاش؟ لان السفيفه درجات. كاين السيده اللي كتبغي دير السفيفه غليظه، كاين السيده اللي كتبغي دير السفيفه موين، كاين السيده اللي كتبغي دير السفيفه رقيقه. انايا كندير السفيفه الرقيقه لان هي اللي دارجه على الموضه دابا. كنخلي 2 سنتيم 2 سنتيم. اللي بغات ديرها غليظه تخلي حتى 3 حتى 3 ونص. دونك غنخليو تقريبا هنايا 2 سنتيم. صافي نتوما تعبروا بالمتر. 2 سنتيم تقريبا. اذا المساحه اللي عندنا حنا الحق نخدموا فيها راه هي هذه هي المساحه اللي عندنا الحق نخدموا فيها. دابا بالنسبه للرشيم فين ما رشمتي فين ما عجبك. كاين اللي كيرشم تحت القب. انا هذه جلابه كنهضر لكم على جلابه ما قفطان راه عادي راه باين ترشم تحت القب، تهبط الرشمه من تحت القب. كاين اللي كيبغي يرشمها من الكتف باش كيلاقيها مع الكمام، كاين اللي تيبغي يدير غير رشمه هنايا حدا السفيفه. كل شنو تيبغي يدير. نديرو مثلا هنا. المهم هنا انت ديك الساعه تنجي حره رشمي اللي عجبك ديري اللي بغيتي، ماشي مشكل. حنا نهبطوها من تحت القب مثلا اللي عجبك اللي حبيتي ديريه. هذا غير مثال. المهم على نرشمنا. المرحله الثانيه شنو تبعها؟ كناخذوا بابي كاربون كنحطوه هو الاول، كنحطو عليه الورقه ديالي ياك حتى هو كنقادو مزيان بحال هكا. تنجيب السكوتش هكا كنثبت الورقه على البابي كاربون. باش زوينه السكوتش هذا دغيا كيتقطع، ما كتحتاج لا مقص لا والو، وكيلصق زوين هكذا. هكا حنا ثبتناه. دابا غادي نجيب المقص تاعي ونقطعو حتى هو على قد الورقه ديالنا. انا تعمدت ندير معكم هادشي اون ديتاي. مع بيكربون رهيف كيمشي مع اليد. بون ديك الساعات نقادوه مزيان. سي بون. هاهي الرشمه ديالنا قاده مصايبه. لاحظتوا
على قد العبار، درنا الكاك على قد الورقه. دابا تنجيبو الثوب ديالنا باش تاكدوا. نجيبو الثوب ديالنا وغادي نحطوه باش تعرفوا بلا ان تحطوه بحال هكا فوق من الثوب ديالنا، كتحطوه فوق من الورقه صافي، وكتثبتوا ديك الساعات بالسكوتش. انا من الاحسن تنقولها فوق الرخامه ماشي الطبله، تكون رخامه ولا يكون الزليج، ساهل في الرشيم ديك الساعات. صافي كتبقاو تثبتوا بالسكوتش مزيان، تثبتوا على الثوب وتثبتوا فوق الرخامه بالسكوتش وبداو ترشموا. دابا غادي نديرو حنا مثال، انا ما غاديش ندير فوق هذه لحقاش هاد الثوب هذا مولاتو غديروا غطرزو ما بغاتش دير فيه التنبات. انا غادي نوريكم كيفاش ترشموا. غادي نفترضوا ان هذا هو الثوب، وانا جبت ديجا رشمه حتى هي، ها هي رشمه صايبه وداير عليها الكالك شتي او البابي كاربون. دونك انا غادي نرشم دابا. شنو غادي كتحطوها كتقادوها، دابا حنا نفترضوا بلي انا الثوب راه مفصل، كتحطوها بحال هكا وتقادوها، تثبتوها مزيان بالسكوتش فوق الثوب. نتوما حطوا السكوتش شي بلايص اللي ما فيهمش رشمه باش ما تضركش ليكم هكذا ياك. حتى الثوب ثبتوه باش ما يزلقش لينا هكا. سي بون بحال هكا صافي. ومن بعد ذلك تنبدا في الرشيم ديالي. بسم الله على بركه الله. تنورك علاش؟ لان على حسب الكاليتي ديال البابي كاربون. كاين الكاليتي مزيانه واخا ما توركش تيخرج دغيا، وكاين البابي الكربون لي كاليتي ديالو عيانه ما خصك تبرك بزاف. بون ندوزو لهادي حتى هي ماشي مشكل. حنا هكا نديرو. بالنسبه للرشمات غادي نحطهم لكم ان شاء الله، نديرو فيديو خاص غير بالرشمات. نكتفيو حنا غير بهذا القدر. دابا كنحيدو البابي كاربون. ها هي الرشمه ديالتي، نتمنى والله تكون واضحه. نقرب عند الكاميرا باش تشوفوها حاجه واضحه، غير دابا مع التليفون الشعه مبانش واضحه. حتى ديك الساعات الا بان لكم شي حاجه ما واضحاش مزيان كتبقى دير عليها بالستيلو بحال هكا باش تزيد توضحها، او بالكريون اللي كان عندك. ها هي الرشمه واضحه. دابا غادي ندوزو للطاب الثالثه. انا دابا انا خدمت هذه مثلا الجهه اليسريه، انا خدمت الجهه اليسريه وبغيت نفس الرشمه ندير في الجهه اليمنيه. كيفاش غادي ندير؟ واش نعاود نرسم من الاول ونعاود داكشي؟ لا، ما تعاود ترسم حتى شي حاجه. غادي تشدي هاد الورقه غتحيديها من البابي كاربون ديالها، غتلقاي الرشمه خرجات لك هنايا، ها هي كتبان. غير غتشديها غدير لا بابي كاربون واحد اخر، غدير لا بابي كاربون واحد اخر وتقطعوه عاوتاني على قدو وصافي، وتحط نفس الطريقه. كنتمنى الشرح يكون مفهوم. غير نتا ما تخدمش على هاد الجهه هادي، غتقلبوا وغتحطوا على الجهه الاخرى صافي، ودير لي بابي كاربون نتا وتحطوا فوق الثوب. كنتمنى من الله نكون فيدتكم وكان الشرح مبسط وسهل، ونتمنى من الله العيالات هما يكون عندهم واحد يجاوبوني في التعليقات يقولوا لي واش فهموا، واش حاجه ما تفهمتش نعاود نشرحها في فيديو، ما كاين حتى شي مشكل. وما تنساوش تدعموني وديروا سبسكرايب، وان شاء الله باش يوصلكم كل جديد. ودمتم في رعايه الله، والى اللقاء الى فيديو جديد ان شاء الله.